ويواجه نجران الأهلي فيما يستضيف ملعب الجوهرة في جدة كلاسيكو المرحلة بين الاتحاد والهلال. قراءة في موقع جدة في تقرير سعيد جودة من دبي، ونايف الكبيتي وماجد كويجري وفيصل الملوقي من الرياض. عين على الجوهرة المشعة وفيها الزعيم بكامل العدد والعتاد والنقاط ضيفا على العميد بأرضه وبين جماهيره في الكلاسيكو. على الجدول سجل الهلال 8 أهداف واهتزت شباكه مرتين فقط، وكذلك سجل النمور، إلا أن شباكهم عرفت ولوج 4 أهداف، وهو ما يعني بأننا سنكون أمام لقاء الغلبة فيه للنزعة الهجومية بحضور الثنائي إلتون وإدواردو مع الأزرق، وبوجود ريفاز والمولد مع الأصفر والأسود. أول الامتحانات الحقيقية لمن يديرون الدفة، اليوناني دونيس والروماني بولاني، ومع الاحترام لكل المنافسين السابقين، لكن لقاء الجمعة سيظهر شكل ومعدن الفريقين الحقيقي. محبو الإتي يشتكون كثرة تبديل مدربهم للأسماء خلال المباريات السابقة، خاصة في الخطوط الخلفية، وهو ما سيجعلهم أكثر قلقا، فيما يبدو ضيوف الرياض أكثر استقرارا وتناغما من الناحية العناصرية بوجود الكوري كواك والبرازيلي ديغاو في الدفاع. كلمة الفصل ربما ستكون لخط المنتصف، وفيه يحضر الروماني سان مارتن صاحب التمريرات الحاسمة والحضور الفاعل في الناحية الهجومية، فيما سيتولى سلمان الفرج الهندسة الهلالية. أخيرا يبقى التذكير بأن الهلال كان صاحب الكلمة العليا في آخر 5 لقاءات، حيث كان الفوز لجانبه 4 مرات والتعادل مرة، وعلى أرض الجوهرة المشعة لم يتلقى الموج الأزرق أي خسارة. فهل يغير الاتحاديون هذا الواقع؟ سعيد جودة، صدى الملاعب. الهلال 8 أهداف واهتزت شباكه مرتين فقط، وكذلك سجل النمور، إلا أن شباكهم عرفت ولوج 4 أهداف، وهو ما يعني بأننا سنكون أمام لقاء الغلبة فيه للنزعة الهجومية بحضور الثنائي إلتون وإدواردو مع الأزرق، وبوجود ريفاز والمولد مع الأصفر والأسود. أول الامتحانات الحقيقية لمن يديرون الدفة، اليوناني دونيس والروماني بولاني، ومع الاحترام لكل المنافسين السابقين، لكن لقاء الجمعة سيظهر شكل ومعدن الفريقين الحقيقي. محبو الإتي يشتكون كثرة تبديل مدربهم للأسماء خلال المباريات السابقة، خاصة في الخطوط الخلفية، وهو ما سيجعلهم أكثر قلقا، فيما يبدو ضيوف الرياض أكثر استقرارا وتناغما من الناحية العناصرية بوجود الكوري كواك والبرازيلي ديغاو في الدفاع. كلمة الفصل ربما ستكون لخط المنتصف، وفيه يحضر الروماني سان مارتن صاحب التمريرات الحاسمة والحضور الفاعل في الناحية الهجومية، فيما سيتولى سلمان الفرج الهندسة الهلالية. أخيرا يبقى التذكير بأن الهلال كان صاحب الكلمة العليا في آخر 5 لقاءات، حيث كان الفوز